كلنا سمعنا قبل كده انت جاية من بيئة كذا، انت افعالك بتدل على البيئة اللي انت فيها. ما هو في ناس كتير قوي عايشة في بيئة مش عايزة تعيش فيها وعايزة تغير. طب اصلا يعني ايه بيئة؟ يعني ايه انت عايشة في بيئة وعايشة في محيط ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ انت بتختلطي بمجموعة او انت بتختلط بمجموعة من الاشخاص طول الوقت. الأشخاص ديت ليها أفكار ومعتقدات وماشية عليها حتى لو هي ناس عشوائية جدا، لكن بحكم التقاليد والعادات وإن هي متربية على كده فهي عايشة عليها غصب عنها من غير ما أصلا تستوعب إن هي ماشية على قواعد وأسس ومعتقدات معينة. انت لما بتيجي تختلط مع الأشخاص دي طول الوقت، سواء كانت في جامعتك، في شغلك، في بيتك، في جيرانك، في الشارع، انت لما في مدرستك مثلا، انت لما بتيجي تختلط بالاشخاص دي انت بتلقط منهم كتير قوي قوي. وبتحس دايما ان الدنيا كلها اللون اللي انت شايفه منهم. مثلا على جروب الفيسبوك، لو انت متابع دايما جروب ديني، فانت حاسس ان الله في ناس كتير قوي متدينين، مش انا بس اللي كده، في كتير قوي زيي. طب ما هو في ناس حلوة اهي، ما هي مصر لسه بخير، ما هي الدنيا لسه بخير، الحمد لله. على النقيض لو انت بتابع جروب مثلا كله بيقول مشاكل اللي عنده في بيته، كله بيحكي عن اللي في قلبه وعياط ونكد، فقد ايه الدنيا غامقة، قد ايه الواحد ده منهار، قد ايه الدنيا وحشة قوي، قد ايه البنات في مصر مظلومين او الرجالة في مصر وحشين او ايا كان. لما بتروح مثلا او بتفتح عينك على مجال معين انت بتحس ان انت واو، انا عارف المجال ده لوحدي، محدش عارفه غير انا 3 4 من صحابي، يعني مش من صحابي، من العالم بقى، فانا مكتشفه هنا في مصر لسه جديد. انت بتدخل على المجال بتلاقي سبقك مليون ومعاك مليون جايين في الطريق، فانت بتحبط، فبتقعد فبتحس ان مفيش جديد. طب انا اعمل ايه في حياتي؟ البيئة معناها ان انت الاشخاص اللي محاط بيهم، يا اما انت بمعتقداتك بتفكيرك تسيطر عليهم، وده قليل جدا لان انت واحد وسط 1000، يا اما هما اللي هيسيطروا عليك. هتلاقي دايما الشلة كلها في بعضها متدينة ماشيين دايما مع بعض، بعد عناء، بعد ما كل واحد فيهم خبط كتير قوي لحد ما وصلوا مع بعض ولقوا بعض، لقوا حاجة كويسة فيهم بتلمهم أو حاجة بتجمعهم، بتجمع صفاتهم، بتجمع معتقداتهم، بتجمع تفكيرهم. وتلاقي تاني برضو في جروب تاني كله مثلا بيحاول يساعد بعض في المذاكرة، كله مثلا بيحاول اللي هو يرتب دنيته وينظم وقته. هتلاقي في جروب تاني خالص كله بقى ايه على الله حكايته قوي في كل حاجة. فانت بتشوف الناس دي سواء كانت في مدرستك، في كليتك، في اي حتة، في شغلك، في الشارع، انت بتلاقي الحاجات دي في كل حتة. فبتلاقي الناس اللي اسلوبها كويس جدا، الناس اللي اسلوبها بشع بمعنى الكلمة، الناس اللي بتحاول والناس اللي ما بتحاولش. انت عايز تكون انهي واحد من دول؟ ديت اللي انت بتقول انا عايز اغير البيئة المحيطة بيا. مش دايما بتبقى البيئة المحيطة بيك وحشة، لكن انت بتكون مش مفتح عينك كويس. لازما لو داخل على مرحلة جديدة، والكلام ده ليا قبل ليكو، لو داخل على مرحلة جامعية جديدة، أولى تانية تالتة رابعة خمسة أيا كان، لو داخل على مرحلة ثانوية، لو داخل على مرحلة الإعدادي، لو داخل لسه مجال شغل جديد، لازم تاخد بالك كويس من تصرفاتك ومعتقداتك وتدرسها، ومعتقدات بيتك وأهلك وتدرسها، ومعتقدات الخارج أو المحيط الخارج بيك، وهل هو هيأثر عليك ولا انت هتحتفظ بنفسك، هتحتفظ بإمكانياتك، بمعتقداتك السليمة. لازم تدرس الأول أنا معتقداتي سليمة، أنا شخص كويس، أنا شخص بيحاول إذا ما حدش يدخل دايرتي، بل أنا أحاول أوسع دايرتي من الناس اللي شبهي، اللي حاسس إن هما هينفعوني مش هيضروني. والله حسيت إن هما هيضروني، هننكمش تاني زي القوقعة، نقعد في دايرتنا وبس. مش معنى كده إن احنا نعمل لنفسنا رهاب اجتماعي، أو معنى كده إن احنا نبطل دردشة مع الناس، نبطل فتح حديث مع الناس، نبطل الاجتماعية بتاعتنا المحدودة. تمام، لا مش معنى ده كده، بس اول ما تلاقي الدنيا جت عليك في تصرفاتك اتغيرت، كلامك اتغير،
كل حاجة فيك في البادي لانجوج بتاعتك اتغيرت. فانت لازم تاخد بالك وتعيد ترتيبك، تقول انا صح في ايه وغلط في ايه، ومفروض ابعد عن مين واقرب من مين، ومفروض اخد بالي من ايه وماخدش بالي من ايه. دمتم بخير. معاكم الشيماء ايمن.